الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله علي أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له ذك بالله يا أبت من الضعف، فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغيتنه به. قالت فاطمة سلام الله علي فأتيته بالكساء وغيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهت لنا نورا كأنه البدر في ليلة وتمامه وكماله صلواته. قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله علي فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا قرة عين وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فأذن الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له لم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله. وتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله علي ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملن جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي سكان سماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبينة ولا أرضا مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا خلقا يسري إلا في محبته. هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال جبريل عليه السلام يا رب من تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة وهم فاطمة أبوها وبالها وبنوها صلوات على فقال جبريل يا ربي أتظن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يخرك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبينة ولا أرضا مضية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا خلقا يدرو ولا بحرا يجري ولا خلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. فهل تأذن يا أنت رسول الله أن أدخل معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع مشيتنا محبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وتغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال عليه السلام والله فضنا وصيدنا وكذلك سيتنا فاذو صيد رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع مشيتنا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فضنا وصيدنا وكذلك سيتنا فاذو صيد في الدنيا والآخرة. بارك الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين وذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.